شفنا في الملخص اللي فات من حكاية سونج ازاي صيادين كوريا واليابان نزلوا على الجزيرة وبدأت معارك القتال بينهم وبين جيوش النمل، وصيادين كوريا قدرت انها تقتل ملكة النمل بعد معركة طاحنة بينهم وبينها مع جيش النمل الابيض الحارس ليها. وشفنا النملة السوداء اللي خرجت من البيضة وازاي قوتها رهيبة ومفيش حد قادر يقف قصادها، وقدرت انها تقتل صيادين اليابان، ودخل على صيادين كوريا بعد ما قتلوا الملكة ونزل عليهم واحد واحد وشلوحهم كلهم وقطعهم حرفيا. ولما الصياد المعالج عالج جراحهم مسكه وقتله واكل دماغه في مشهد فظيع قدام الجميع، وكان لسه معالجش صياده تشاء اللي حالتها ساءت كتير وخلاص هتموت، وبعدها راح للصياد جوتو رئيس صيادين اليابان لما حس بهاله قويه جايه منه ودخل معاه في قتال قوي جدا وما شفناش خلص على ايه. وجيوش النمل هجمت على صيادين كوريا اللي خلاص ما كانش عندهم لا طاقه ولا قوه لقتالهم، واستسلموا لقدرهم وقالوا خلاص احنا هنموت. بس في اللحظه الحاسمه سونج خرج وخرج الجنود اللي كانت معاهم وصدوا عنهم الهجوم، وقام وبدل نفسه مع جندي ظل موجود معاهم في المكان، وبنشوف المراسل والباقي الصيادين واقفين ومصدومين من جيوش الظل اللي ظهرت فجأة دي ومش عارفين هم جم منين، لا وكمان بيصدوا عنهم هجوم النمل اللي عايزة تقتلهم، وايرون واجريس نازلين قتل فيهم وكيبا بسحره نازل فيهم حرق. وفجأة لقوا سونج معدي من جنبهم وقال لهم سلام عليكم وانضم لجنوده. الصياد بايك قال سلاما قولا من رب رحيم، انت طلعت منين يا جدع انت؟ وكلهم واقفين مذهولين وبيقولوا ازاي جه هنا وكان فين اصلا، احنا مش سايبينه في كوريا يا جدعان. وسونج وقف يقيم الوضع اللي هم فيه، وللاسف الاشاره انقطعت عن المراسل ما بقاش قادر ينقل اللي بيحصل للعالم، والناس كانت هتتجنن ومش عارفين بيحصل ايه. ورئيس جمعيه الصيادين قال لهم اتصرفوا بقى بسرعه لازم اعرف الصيادين حصل لها ايه. ورئيس محطه البث المباشر هيتجنن هو كمان عايز البث يرجع باي طريقه، والمراسل بيحاول لكن مفيش فايده. وسونج طلب من ايرون واجريس يستعدوا للهجوم، وفعلا هجموا على جيوش النمل ونزلوا فيهم قتل وتقطيع، وكيبا واقف يحمي الصيادين بدرع من السحر علشان مفيش نمل يجي عليهم، والصيادين واقفين ومصدومين من اللي بيحصل. سونج رجع لهم بعد مدار المعركه، وبايك قال له انت جيت ازاي للجزيره يا سونج؟ قال له مش ده المهم دلوقتي، لازم اعالج جراحكم بسرعه علشان نخرج من هنا. وطلع ازازه ترياق وقال لهم اشربوا ده، والصياد اللي بيتضخم قال له ترياق باستخدام السحر اظن مش هينفع معانا. سونج قال له بس جرب واشربه ونشوف يا سيدي، ولما شربوا لقى كل جروحه شفيت فعلا وجسمه رجع احسن من الاول كمان، وكل الصيادين كانوا متنحين، وبعد ما شربوا قالوا دي حتى الجروح ما بقاش ليها اثر، ده سحر ده ولا ايه؟ المعالجين كانوا بيسيبوا اثار للجروح بعد العلاج، ده ايه الترياق اللي اداهولنا ده يا جدعان؟ وسونج مسك تشاء وشربها الترياق لكن للاسف ما تعفتش، وظهرت له رساله من النظام ان حياه الهدف منخفضه جدا وعلشان كده الترياق مش هيشتغل معاها. سونج قال كده هتموت مني لازم اتهرب بسرعه، وقال لهم مش هقدر اعالجها دلوقتي لازم نخرجها من هنا الاول. بصوا انا هفسح ليكوا طريق وسط النمل وانتوا تعالوا ورايا على طول، ولقوا الاف من افواج النمل جايه عليهم غير اللي موجودين اصلا، بصوا عليهم وقالوا هنعمل ايه مع ولاد الملاعين دول اعدادهم كبيره جدا. وفي الناحيه التانيه في جمعيه الصيادين عملوا اجتماع طارئ علشان يقيموا الوضع في الجزيره ويفهموا الارسال اتقطع ليه، ولقوا ان حتى فريق صيادين اليابان الارسال اتقطع عنهم بعد ظهور النمله السوداء. وبصراحه رئيس جمعيه الصيادين كان كل همه سلامه الصيادين بتوعه، وقال لهم جهزوا فريق انقاذ وفريق طبي واستعدوا لاي حاجه تحصل. وقال انا والله لو بصحتي زي الاول ما كنتش اقعد مكاني هنا، كان زماني رحت وشاركت معاهم، بس اعمل ايه في قلبي اللي مش مساعدني كان نفسي قاتل جنبهم. المساعد بتاعه قال له هون عليك شويه يا زعيم. وبنشوف اخت سونج وهي متغاظه علشان الارسال اتقطع وعايزه تعرف حصل ايه على الجزيره مع الصيادين، امها قالت لها اهدي يا بنت المجانين هتكسري التلفزيون وربنا لو اتكسر لخصم حق تصليحه من مصروفك. قالت لها خلاص انا هدخل اوضتي واشوف الاخبار من الموبايل. وقوات اليابان اللي مراقبين الوضع من السفن اللي على شط الجزيره بتكلم القائد وقال لهم ادوني اخر تطورات الوضع عندكم ايه. قالوا له في حاجه غريبه بتحصل وجيوش النمل كلها بتتجمع في جحر الملكه، واشاره القائد جوتو اتقطعت، وقبل قطاع الاشاره كان عنده رد فعل قوي جدا بعد ظهور عدو قوي قدامه، احنا بنعتقد انه مات في المعركه يا زعيم. قال لهم بتقولوا ايه؟ طب وباقي الصيادين اخبارهم ايه؟ قالوا له لسه مش متاكدين بنحاول نتواصل معاهم. قال لهم اتاكدوا بسرعه جدا خطتنا هتبوظ الله يخرب بيوتكم. وكان متضايق جدا انه خسر الصياد جوتو اقوى صياد عندهم في اليابان. وبنرجع تاني لاجريس وايرون اللي نازلين قتل في جيوش النمل بكل قوه، والصيادين
الصيادين واقفين مبهورين، وسونج قال لنفسه إجريس وأيرون قايمين بالواجب الصراحة، لكن الجنود الصغيرة مش كفاية، أنا لازم أعزز قوتي، بس مش عايز حد من الصيادين يشوف ده. بس في الآخر قرر إنه يصارحهم وقال لهم بصوا يا جماعة كده كلنا هنموت ومش هنقدر نخرج من هنا، أنا هفتح لكم طريق بين النمل بالقوة زي ما قلت لكم، وأنتوا خليكوا ورا العملاق ده يقصد كيبا، امشوا أنتوا وراه بس، وباقي الجنود هتتعامل هي مع باقي النمل، ولو في نمل اتعرض لكم تقدروا تتعاملوا معاهم، أنتوا دلوقتي كويسين تقدروا تقتلوهم بقى. قالوا له تمام يا سونج موافقين، وقال لهم وهطلب منكم طلب اخير، اي حاجه هتشوفوها هنا عايزها تكون سر ما تقولوهاش لاي حد خالص. ولسه بيستعد علشان يستدعي روح النمل المقتول، حس بهاله قتل قويه جايه من اخر النفق، والنمل كمان لقيناه حنى راسه ووسع الطريق وفتح ممر للملك بتاعه النمله السوداء اللي جايه من بعيد وهالتها القويه سابقاها ليهم. وبايك قال نهار ابوكوا اسود، انت رجعت تاني الله يخرب بيتك، ده معناه انه قتل الصياد جوت ولا ايه؟ والنمله وقفت قدامهم وصرخت وقالت انا ما لقيتش الملك بتاعكم فوق، في حد هنا هو الملك بتاعكم؟ سونج قال الظل اللي كان مع جوتو انا فقدت اتصالي بيه، كده معناه ان جوتو مات. ودخل على النمله السوداء، الصيادين قالوا له استنى بس انت ما تعرفش قوته عامله ازاي يا ابني، بس هو دخل وقف قدامه وفعل طاقته السحريه ووقفوا الاثنين قدام بعض. النمله قالت له انت بقى ملك البشر يا شبح. سونج قال له حلو قوي، حشره وضيعه وبتتكلم والله اللي يعيش ياما يشوف. قال له اخلص انت الملك، انا حاسس بهالتك القويه. سونج قال له الملك هو الله حقير عندك، هتكفر ولا ايه؟ الحشره صرخت في وشه صرخه قويه جدا الصيادين نفسهم ما قدروش عليها، بس سونج ولا اتهز وقال له برضه هتفضل حشره في نظري. والصيادين مش عارفين حتى سونج هيقدر يواجهه ولا لا بقوته دي. والمراسل حاول تاني مع الاشاره، والمره دي الاشاره جمعت والبث المباشر رجع تاني الحمد لله، عايزين نتفرج يا جدعان. والمدير امر انهم يبصوا الفيديو على الهواء في الحال، وكل الناس شافوا البث، زمايل سونج القدام وصيادين اليابان، واخته اول لما شافت سونج موجوده في البث وواقف قصاد النمله قالت سونج انت ايه وداك هناك يخرب بيتك، مش امك بعتك تجيب فطار وعيش وربنا لا اقول لامك. ورئيس جمعيه الصيادين اول لما شاف سونج فرح جدا وقال ايوه بقى اخيرا الصياد سونج انضم ليهم على الجزيره. المساعد قال له بس هو ازاي وصل لهناك يا زعيم؟ قال له يا عم مش ده المهم دلوقتي، المهم انه هناك وكده انا اطمنت شويه على باقي الصيادين. وبنرجع لسونج وهو لسه واقف قصاد النمله السوداء، والنمله استجمعت قوتها واديت له بوكس انما ايه متين كسر الارض من تحت رجليه. الصيادين قالوا هو غبي ولا ايه؟ ليه قرب منه كده؟ ده صياد ساحر مش مقاتل، واللكمه اللي اخدها مش هيقوم منها تاني خلاص كده الله يرحمه. والنمله قال له ضعيف زي ما توقعت، يبقى مش انت الملكه حيلتها. بس اتفاجئ لما لقاه واقف قصاده زي السندان بطل ولا تهزله جفن اسد، يالا في ايه مالك؟ وجمع قوته في قبضه ايديه واداله ضربه خلت النمله تقع والكهف يتكسر من وراها من قوتها. والصياد اللي بيتضخم قال لهم صياد بايك وتشوي انتوا متاكدين ان ده صياد من فئه الصحراء؟ بايك قال له ربنا يا ابني انا ما بقتش عارف، انا ما كنتش متوقع انه بالقوه دي، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده التقيل جاي قدام. سونج قال للنمله انت بقى جسمك صلب بسبب القشره بتاعتك، والنمله قامت بسرعه وحاولت تضربه، بس سونج جمع قبضته من تاني وجه يضربه، راح مفداها واداله بوكس تاني متين، بس على مين؟ سونج راح رادد له الضربه في ساعتها والارض اتكسرت من تحتهم هما الاثنين. والمراسل مش عارف يوقف من قوه الضربات وقال حتى وانا واقف بعيد مش هقدر اقف واستحمل الضربات دي كلها، والاثنين نازلين ضرب في بعض بكل قوه. والمراسل قال من كتر القوه السحريه انا حاسس ان هيغمى عليا ولا ايه؟ وسونج استجمع قوته واداله ضربه تحت الدرع رجعه لاخر النفق وكسر بيه الجدران. والنمله مش فاهم ايه القوه دي كلها وازاي في حد من البشر يمتلكها، وقال له انت مين؟ ودخل عليه بكل سرعه واستعد لضربه، ولكن سونج كان مستعد له وقابله هو كمان بضربه، وضرباتهم صدت في بعض هما الاثنين بقى. بس سونج نزل واستجمع كل قوته واداله واحده ارته في البعيده من تحت لفوق كان هيخلع راسه فيها، بس النمله بنت اللذينه طلعت لسانها طويل وجرحت سونج في وشه. سونج اول لما اتعور لقى في سم بينتشر في جسمه بسبب الجرح، والنمله قالت له السم ده انا صنعته بطاقتي السحريه وملوش اي تريقه على الارض يا حبيبي، وانت خلال ثواني مش هتقدر تتحرك وهتموت دلوقتي، خلاص جت نهايتك يا بشري. والصيادين مرعوبين ومش عارفين هيتصرفوا ازاي بعديه، والنمله نزلت عليه بمخالبها عشان تقتله. وبنرجع لرئيس جمعيه الصيادين اليابان وبيقولوا له التقرير ان في 7 صيادين ماتوا من اصل 10 مش فاضل غير 3. قال لهم انتوا بتهزروا ازاي؟ قالوا له للاسف دي الحقيقه، بعد ما الارسال رجع تواصلنا مع الصيادين الناجين وتاكدنا. قال لهم ايه الفشل ده يا اغبياء ازاي يحصل كده؟ وقالوا له في اشاره قويه رجعت تاني على الرادار اظن ده الوحش اللي قتل جوتو لسه عايش. قال لهم ازاي لسه عايش ورجع الجحر ليه؟ وقال لنفسه اكيد صيادين كوريا هناك وهم
مرهقين دلوقتي من قتال النمل، لو قدر يخلص عليهم هيكون هو كمان مرهق، دي فرصتنا اننا نقتله ونستعيد السيطره على الجزيره. وطلب منهم يجمعوا صيادين اليابان الناجين للسفن عشان ينضموا لباقي الصيادين ويستعدوا للهجوم التاني، وبلغوهم ان في مروحيه هتاخدهم من مكان محدد. والصيادين اللي كان مع جوتو وشاف النمله السوداء كان خايف ومرعوب وقال لهم مفيش حد هينجى منه، ده وحش فظيع، وبعد ما قتل الزعيم جوتو يبقى احنا مستحيل ننجى يعني. زميلته مسكته وقالت له ما تجمد ياض كده، مالك فيه ايه؟ فوق انت هتتجنن هنا ولا ايه؟ قال لها انت ما شفتيش مفيش حد هيقدر يهزمه. وبنرجع للنمله وكانت هتقتل سونج، بس اتفاجئت لما لقيته مسك ايدها في اخر لحظه وادالها ضربه في بطنها، كسر الدرع وطيارها لزقها في سقف الكهف فوق، والصيادين خلاص هيتجننوا منه. تشوي قال هو مش المفروض يتسمم برضه يا جماعه ولا ايه؟ بايك ضحك وقال له والله يا اخوانا انا بعد اللي شفته النهارده من الجدع ده اتوقع منه اي حاجه ما تستغربش. وسونج قال للنمله بتخفي سلاح سري عائلتها علشان كده بقى واثق من نفسك. ولقينا بقى في رساله ان تم التخلص من اثار السم، وطلع انه واخد ترياق مضاد للسموم اصلا. وسونج قال لنفسه انا دلوقتي حاسس بيه انه بدا يقلق مني، وده كويس لاني مفيش قدامي وقت كتير، لازم انجز علشان انقذ الصياده تشاه، ولازم انهي الحوار ده بسرعه. وطار عليه، بس النمله طار في اخر لحظه وقال له طالما انت شبح قوي كده بقى ونجيت من السم بتاعي والمواجهه القتاليه مش واكله معاك، يبقى مفيش غير حل واحد بقى. واستدعى كل طاقته السحريه وحاول نفسه، ولقينا جناحاته كبرت وجسمه اتغير ومخالبه بقت اكبر وبقى مرعب حرفيا يا جماعه. هنا سونج قال ما بدهاش بقى، وراح هو كمان خرج الخنجرين بتوعه وقال استعنت على الشعب بالله وريني يا نجم اخرك ايه. وطلع عليه وخده وكسر بيه الجدران، ونزلوا هما الاتنين قتال في بعض بكل قوه، لدرجه ان قوه التحامهم كانت بتكسر اي مكان بيقربوا منه هما الاتنين بس. والنمله نازله في سونج ضرب بمخالبها وهو بيصدها بالخناجر بتاعته، والاتنين مستخدمين اقصى قوه عندهم، والقتال شغال على اخره وكل واحد بيحدف التاني من قدامه والتاني بيطير. والنمله بقى يحدف عليها بلوراته السحريه اللي زي السكاكين، وسونج بيهرب منها بكل رشاقه وبيجري على الجدران زي القرد ابن الايه. والنمله قال لنفسه بقى سرعته ما تقلش عن سرعتي، ده كمان بيقدر يزودها ابن اللذينه ده ولا ايه؟ انت مش بشر يا جدع انت ولا ايه؟ وبيحاول يلحقه لكن سونج اسرع منه، والاتنين ضربوا بعض بطاقتهم السحريه لدرجه ان الصيادين ما بقوش قادرين يبصوا عليهم من قوه الضوء، وفضلوا يقاتلوا في بعض ويكسروا في الجدران، والمكان كله كان على وشك الانهيار. عمرنا ما شفنا سونج بالقوه ولا بالسرعه دي قبل كده الصراحه، وهو نازل فيه ضرب والنمله ما بقتش قادره تواجهه، والسونج نزل فيه بالبوكسات واستدعى الخناجر ونزل بيها بكل قوه وسرعه ضرب فيه. بس النمله بعد ما كان هيموت قال لا مش هينفع اموت، ولف نفسه بقى فوق سونج ومسكه لسه هينزل بمخالبه عليه ويقتله وخلاص سونج هيموت، والمخالب ربت من عينه بقى. سونج فعل مهارة الضربة المميتة ورقاها كمان لأعلى مستوياتها، وفي آخر لحظة مسك الخنجر وقطع إيديه قبل ما تنزل عليه، والنملة نفسها ما بقتش مصدقة وقالت إيه حصل؟ أنا كنت خلاص هقتله. سونج يسكت بقى ويهمد، لا والله نزل عليه بالخناجر الضرب وما سابوش. والنملة عملت حاجز جليد قدام سونج وقال فيه إيه؟ لا أنا مش فاهم حاجة، إيه قوتك دي يخرب بيتك؟ وطلع يجري من قدامه علشان يهرب منه، وقال أنا إيه اللي جابني هنا؟ وطار لفتحة الكهف علشان يخرج منه ويهرب من قدامه، لكن سونج ما سابوهوش، طار وراه بسرعه البرق ولحقه ونزل فيه تقطيع بالخناجر ومرمطه حرفيا ورماه على الارض ونزل وراه. ولقينا النمله وقعت من غير اي اطراف ليها وخلاص بتفيص وبتقول ايه البشري ده انتوا جبتوه لي منين؟ وصرخت على النمله عشان يهجم عليه، بس سونج ضحك وقال لرجالته من جيش الظل هجوم يا رجاله. وطبعا الرجاله ما تتوصاش، نزلوا عليهم زي الاسود وعملوا معاهم الجلاشه، سواء جريس ولا ايرون ولا الدب ولا حتى التنين، وحتى الغيلان مع قائدهم كيبا كان ليهم دور، وكيبا عمل فيهم انفجار كبير. النمله لما لقى كده قال خلاص كل احلامي وامالي راحت، انا كنت فاكر نفسي اقوى حد وكان المفروض اني انتقم من البشر وابيدهم. وسونج خرج له من وسط النار ووقف قدامه وقال له ها صدقت بقى انك حشره ومالكش لازمه يالا؟ النمله قال انا لازم اهرب من الملعون ده، وفعلا طار علشان يهرب، لكن سونج شاور له بايديه ومسكه بسحره وهبده على الارض قدامه، قام وبص له وقال لا ههرب يعني ههرب، وجري على رجليه علشان يبعد عنه، لكن سونج طار وراه وطلع الخناجر بتاعته ونزل بيها عليه ضرب وتقطيع بسرعه رهيبه لغايه لما فرتكه حرفيا 100 حته وقضى عليه تماما. وظهرت رساله النظام وفيها انه تم القضاء على الهدف ومستوياتك ارتفعت. والنمل الباقي لما شاف كده انسحبوا كلهم من قدامه طبعا، والصيادين طبعا واقفين زي التماثيل مش مصدقين اللي شايفينه بعيونهم من كتر الانبهار، وقالوا معقول انتصرنا؟ وسونج جري عليهم وخلاص لقوا تشاه هالتها بتختفي يعني مش قدامها كتير وهتموت، قالوا له لازم نخرج من هنا بسرعه طيارات الاخلاء منتظرانا بره. سونج قال لهم لا مش هتصمت كل الوقت ده، قالوا له طب هنعمل ايه؟ قام مخرج
أخرج إزازة من أكسير الحياة اللي صنعه علشان يعالج أمه من الغيبوبة اللي كانت فيها سنين وسقاها منها وقال يا رب يفلح معاها زي ما فلح مع أمي، هو ده أملنا الوحيد. لكن للأسف النظام طلع رسالة وقال إن الهدف خارج نطاق الدواء والإكسير مش هينفع معاه، وكلهم اتصدموا لما لقوا الإكسير ما نفعش معاه. وسونج قال وهو حزين فات الأوان إننا نمشي بيها من هنا، وحتى مش هقدر استبدل الظل لأني لسه مستخدمه دلوقتي، مش عارف أعمل إيه، البت كده هتروح مني يا ناس. وللأسف بينتهي ملخص حلقتنا النهارده يا أجدع أساطير. تفتكروا سونج هيقدر ينقذ الصيادة تشاء من الموت ولا كده خلاص الله يرحمها؟ وهل صيادين كوريا هيعملوا إيه في مواجهة الصيادين بتوع اليابان اللي بيستعدوا للهجوم بره؟ هيدخلوا في مواجهة قصادهم ولا وجود سونج هيخلص الكلام بدري بدري ويحسم الأمور؟ ده اللي هنشوفه في ملخص الحلقة الجاية والأخيرة في الموسم من حكاية سونج ملك الصيادين. يا أجدع متابعين خليكم معانا، اشتركوا في القناة لو لسه جداد عشان تتابعوا كل جديد، وهنستنى رأيكم في التعليقات على ملخصنا واللايك بتاعكم الجميل. ونختم كلامنا بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم على خير في ملخص جديد. سلام.